السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طيب هتكلم النهاردة يا جماعة عن موضوع في ناس كتير برضو طلبته مني وشايفين ان هو موضوع سهل جدا. فبص يا باشا، انا هكلمك في موضوع النهاردة اللي هو الزواج من فتاة أوروبية أو أمريكية، يعني أوروبا بأمريكا بكندا بأستراليا بالجزء ده كله. هكلمك يا باشا في الموضوع ده بتفاصيل التفاصيل يعني. تمام، ركز معايا بقى يا باشا. بص يا باشا، اول حاجة يعني هكلمك بما يرضي الله. لو انت داخل بنية صافية وزواج وبما يرضي الله، وزواج يعني جواز جواز يرضي ربك ويرضي ضميرك ويرضي نيتك ويرضي الكلام ده كله، صدقني الدنيا هتمشي معاك والدنيا هتبقى زي الفل وكل حاجة والدنيا هتبقى بيس. داخل يا صاحبي بنية باسبور وبنية إقامة وبنية جنسية، وبعد كده هتخلع، وبعد كده هتعمل إيه؟ صدقني والله العظيم تلاتة ربك عمره ما هيبارك. زائد إن أنت هتلاقي مشاكل لا تعد ولا تحصى، وهقولك ليه. بص يا باشا، كلنا شايفين ان احنا اذكى خلق الله، وان الراجل المصري ده مفيش منه اتنين، واول ما هينزل من مطار امريكا البنات هتبقى بتترمى كده وبتداس على وشها بالجزم زي ما كان بيتقال في فيلم بوحة. مفيش الكلام ده خالص خالص. تمام. البنت بنت في اي حتة والست ست في اي حتة، فما تخليش حد صاحبي يلعب في دماغك، انا بجيب لك من ابو اخر. وان انت هتحط في دماغك ان انت الواد الذكي المفتح اللي هتعرف تشتغلها وتعرف، اقسم لك بالله العلي العظيم تلاتة دي تلفك كده يا باشا في سجارة من غير تبة. تمام. فهتيجي تقول لا دول ساذجين دول عبط، يبقى انت اللهبل وعبيط، انا اسف في الكلام. لا دول فاهمين وعارفين وواعيين وعارفين كويس جدا ان المواطن العربي اللي داخل بيتعرف عليا ده هو 80% يا باشا عايز جنسية وعايز اقامة، مش عايز، مش بيحبني ومش عايز يعيش معايا والكلام ده كله. البنت بنت في اي حتة، ست ست في اي حتة، اهم حاجة عندها المشاعر، اهم حاجة عندها الاحاسيس، اهم حاجه عندها الهدايا. مش شرط تكون غاليه، كفايه يا عم لو ورده، صدقني والله العظيم تلاته هو ده الكلام اللي بياكل مع الستات. انما احنا للاسف كمصريين يا عم ربنا خلاك تتعرف على واحده، تمام، النهارده بكره بعده بقول لك احنا عايزين نتجوز. هو ده كلام يا صاحبي؟ ده انت يا عم المصريه اللي هي بنت بلدك، يعني انا اسف يعني في اللي هقوله، تفضل ماشي معاها سنتين تلاتة اربعة تسعة وفي الاخر بتفشكله. تمام، وهي نفس ملتك ونفس دماغك ونفس كل حاجة، وفي الاخر ما بتكملوش وبتمشي. انما هتيجي تقول لي بقى هنا انا اتعرفت على واحدة يومين تلاتة وبعد كده راح اتجوز، اقول لك ايه؟ يلا بينا نتجوز. مفيش يا صاحبي حاجة اسمها الكلام ده. وهتيجي تقول لي طب انا هشترك في جروبات، هشترك، كل ده هاتي وكل ده نصب وكل ده بنات فيك. انا بجيب لك من الاخر. انت يا باشا سافرت، ربنا كرمك في مجال في شغلانة، عرفت تتكلم مع حد، نصيحة من اخوك، خش بما يرضي الله. لقيت البنت دي مثلا هتيجي تقول لي مفيش بنات كويسين، لا في بنات كويسين جدا 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 وكويسين اكتر من اللي عندنا في مصر على فكرة، والناس اللي سافرت هتقول لك الكلام ده. تمام، متعرفش تمسك ايدها كمان. هتخش بنية بما يرضي الله وبنت وزوجة وأسرة وطفل وبتاع، وآخر حاجة يبقى الورق والإقامة والجنسية والكلام ده. والله العظيم تلاتة صاحبي عن تجربة، ربك هيسهل وربك هيسلك. هتخش من أولها بنية هوبا أنا عايز باسبور، يلا خدت إقامة، يلا خدت الجرين كارد يا باشا بالجواز، اسمع يا فلان وتتكلم صحابك وبتاع وتعيش الدور. والله العظيم تلاتة أقسم لك بالله حياتك يعني مش جوازك بس اللي هيقف، هتلاقي الفقر جا بيطاردك في حياتك من حيث لا تعلم ولا تحتسب. لان انت مهما كان مقدار ذكائك ففي ربنا. تمام. تاني حاجة، البنات اللي هناك أذكياء جدا جدا جدا. هتيجي هناك يا جماعة سهل جدا أقول لك يا باشا نعيش مع بعض ونتجوز ونخلف ونعيش في نفس البيت وكل حاجة، بس مش عايز أتجوز، مش عايزة ورق. لان هو الجواز بعد كده الطلاق بيلزم الطرفين بحاجات كتير جدا، برضه هبقى اعمل عنها فيديو عشان تفهم بس انت رايح على فين وهي ممكن تعمل فيك ايه، بس ده محتاج فيديو كامل لوحده. تمام. فهم بره يا باشا انا مش عايز اتجوز يا باشا عادي، احنا بالنسبه لهم بنعيش في بيت واحد وبنتجوز وبنخلف وبيبقى في علاقه جنسيه كامله وبيبقى في اطفال وبتسجلوا باسمك وكل ده، وعايشين في بيت واحد. بص كل حاجه تخطر على بالك بيعملها متجوزين، بس مفيش ورق. فده بالنسبه لهم سهل وبالنسبه لهم هو ده السايد. انما جواز هناك فبيبقى الموضوع هناك صعب، وانت ما تدخلش يا صاحبي دخلة غشيمة.
لا عادي اتعرف وفهمها ان انا مش ميت على الحياة في امريكا. عادي بلد جاي اشوفها، والله عجبتني كان بها، ما عجبتنيش هرجع بلدي تاني، انا مش هكسر فيزا، انا مش هعمل حاجة. مكان فعلا انا بحلم، برضه ما تقعدش تشتم في امريكا وبتاع، ما هتشوفك غبي، ما عارفه انت جاي من الزريبه يعني. تمام. فهتقعد بقى تقول لا لا، قول لها والله مكان كويس، مكان طبعا الحياة في امريكا ممتازة، بس انا لو ما لقيتش نفسي في المكان ده عادي هرجع. وحتى لما يبقى في كلام ما بينك وما بينها، لازم تفتح معاها حتة نقاش اللي هو طب في إمكانية إن إحنا ممكن ننزل نعيش في مصر. تمام. بين للي قدامك اللي هو أنا مش ميت على أمريكا، وأمريكا بالنسبة لي لو طلعت من هنا هموت والحقوني يا ناس. مفيش الكلام ده. هتوصل إحساس سلبي للطرف الآخر. تمام. عادي، ولو حتى انت الفيزا بتاعتك لسه سارية، طب ادعوها ان هي تنزل معاك مصر مثلا. تعالي وخليك انت جنتلمان، تذاكر الطيران كلها عليك، الاقامة كلها عليك، بين لها ان انا راجل وانا مش محتاجك في شيء. يعني فاكرين زمان يا جماعه الاغاني اللي هو والمسلسلات يقول لك البنت ترفع عليها تلزق اكتر، هما كده، هو صنف واحد يا صاحبي. تمام. هتبين لها ان انا لازق في امريكا، مش هتعمل حاجه. هتبين لها ان الموضوع انا فعلا بدور على الارتقاء وبدور على حياه افضل، بس والله ما عجبتنيش الحياه هرجع بلدي. انا كده كده عندي شغلي، اقدر اجيب شغل، اقدر. انا اللي جبت فيزة امريكا، وانا اللي سافرت امريكا، وانا اللي لو ما عجبتنيش امريكا انا هسيب امريكا. يعني فاهم، خلي شخصيتك عاملة كده معاها، هي هما بيحبوا الحاجات دي جدا وبيحبوا اسلوب الراجل ده جدا. دي النصيحة اللي انا هقدر انما هتعيش بقى دور الثعبان وانت يا باشا اللي كنت في مصر ماشي مع بنات المنطقة كلها وبنجيها اولى بيها، وانا يا باشا مفيش مرة ما بتحبنيش شبه عادل امام. هتاخد النحو عشان منك نرتاحه. ده من الاخر يا جماعة خلاصة البنت الاوروبية او البنت الامريكية. تمام. مش عايز اقعد اعيد وازيد في الكلام. ما تفكرش نفسك ان انت اذكى واحد في العالم، لا هناك يا باشا هيلفوك من غير تبقى، من الاخر. بس هتخش بما يرضي الله ويرضي ضميرك، وان انت عندك اخت وعندك ولاد خالة وعندك ولاد عمة. صدقني والله العظيم امورك هتمشي واسرع مما تتخيل. ده يا جماعة ما يخص الزواج من اوروبية او اجنبية امريكية. تمام. اي حاجة في العب بتاع اوروبا ده كله. اي حاجه يا جماعه، اي حد عنده سؤال بخصوص الموضوع ده سيب لي يا باشا في الكومنتات وانا هرد عليك. انا تقريبا بنسبه 100% برد على كل الكومنتات. متنساش اللايك وتعمل سبسكرايب، وصباحكم او مساءكم زي الفل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.